خليني أسألك سؤال، لو قدامك تتفرج على فيديو من الاتنين دول هيكون إيه؟ طبعا هتختار اللي على اليمين، والإجابة ببساطة هتكون مكونة من كلمتين وهما الصورة المصغرة. عشان كده قررت أعمل السلسلة دي، واللي هتعرف فيها إزاي اليوتيوبرز المشهورين بيعملوا الصور المصغرة بتاعتهم. والنهاردة وقع الاختيار على الدحيح. فلو عايز تعرف هنعمل كده إزاي، اتفرج على الفيديو للآخر وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالإنترو. طب يا جماعة دلوقتي هنبدأ نعمل الديزاين بتاع الثامبنيل بتاع الدحيح. هنبدأ دلوقتي بس أشرح لكم الفكرة بتاعة الديزاين عاملة إزاي. أول حاجة هي الخلفية اللي أنا عملتها بالAI، وهوضح دلوقتي عملتها إزاي. وصورة أحمد الغندور هتبقى في النص بالشكل ده وهو ماسك المقص، ووراه في المكنة بتاعة الخياطة دي، والتكست هيكون في النص هنا. طبعا في حاجات عاملة فلاينج كده برضو مديها شكل حلو. هنوضح كل حاجة دلوقتي اتعملت إزاي. أول حاجة طبعًا هنفتح مقاس بروجكت جديد بتاع الthumbnail اللي هو بيكون 1920 بكسل عرض في 1080 بكسل طول. وأول حاجة هنعملها خالص هي الخلفية، وعشان نعمل الخلفية هنروح على موقع ليوناردو AI. طيب دلوقتي يا جماعة هنروح على موقع ليوناردو AI، وهتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. أنا كتبت له البرومت ده اللي أنا عايز غرفة يكون فيها مجموعة من الهدوم المتعلقة، ويكون فيها برضه مكان خياطة موجود في الغرفة دي. فدي النتايج اللي هو طلعها لي ال4 صور دول، بس أنا قررت إن أنا هاعتمد على الديزاين في الصورة دي عشان فيها المساحة اللي أنا محتاجها. فبسرعة أخدت الصورة دي وحطيتها على فوتوشوب بالشكل ده كده. ودلوقتي عايزين نحط الصورة بتاعة أحمد الغندور في النص هنا، فهنعمل ده إزاي؟ الموضوع ببساطة إن أنا جبت الصورة دي اللي هي عبارة عن سكرين شوت من الحلقة ذات نفسها وحطيتها هنا. بس هنلاحظ حاجة، لو جينا عملنا زوم على الصورة هنلاحظ إن الكواليتي بتاعتها ضعيفة جدا، فمش هنقدر نستخدمها وهي بالمنظر ده. فمحتاجين إن احنا نعمل لها أب سكيل أو نعلي الكواليتي بتاعتها شوية. فهنعمل كده إزاي؟ هنروح على موقع Upscale ده، وهتلاقيني سايب لك اللينك برضو بتاعه في الديسكريبشن تحت. وهنروح على حتة داونلود دي، هنلاقي ان هو متوفر بالنسبة للويندوز واجهزة الماك، برضو هتلاقيه متوفر ان انت تعمل له داونلود من هنا. البرنامج هيكون معانا بالواجهة دي. هو قايل لك على الخطوات. اول حاجة هو select image، بتختار الصورة اللي انت عايز تعمل لها upscale من هنا. بعد كده تاني حاجة بتختار ال AI موديل. في كذا AI موديل، انا عن نفسي اخترت اللي هو في النص ده كده. ممكن انت تختار اي واحد وهو بيبقى كاتب لك كل واحد بيعمل ايه. بعد كده الايمج سكيل، انت عايز ترفع السكيل بتاعها بمقدار قد ايه. انا مثلا اخترت 2x، معاك انك تعلي اكتر من كده، بس طبعا ده ممكن ما يكونش مناسب لكارت الشاشة بتاعتك، فممكن مثلا نخليها 3x. وبعد كده الاوتبوت فولدر اللي هو انت بتختار الاكسبورت يعني بتاع الصورة هيتحفظ فين. واخر حاجة بندوس اب سكيل. هنستنى عليه يحمل شوية، وفي النهاية دي هتكون النتيجة. فهنبدأ إن إحنا ناخد الصورة اللي هو اداهالنا دي ونحطها على فوتوشوب، وأنا اختصارا للوقت قصيتها بالشكل ده. طيب إحنا برضو مش هنقدر نشتغل عليها بالمنظر ده كده، فمحتاجين إن إحنا نعلي الكواليتي بتاعتها بشكل أكبر أو نعمل لها ريتاتش. فدلوقتي هعلمك إزاي تعمل ريتاتش بالكاميرا رو فلتر. فهنيجي هنا من فلتر ونختار الكاميرا رو. ممكن نروح مثلا على بيزكس ونبدأ ان احنا نوديها ناحية الازرق شوية، التنت نوديه ناحية الاحمر شوية، الاكسبوجر ممكن ان احنا برضو نعليه سنة، الكونتراست برضو هنعليه، الهايلايتس هنبدأ ان احنا نعليها شوية، والشادوز هنبدأ ان احنا نخليها بالسالب، الوايتس برضو نفس الفكرة هي والبلاكس. بالنسبة للتكتشر هنبدأ ان احنا نعليه اكتر عشان يوضح التفاصيل، والكاليريتي برضو هنعليها بشكل كبير عشان بتدينا برضو الحتة بتاعت الريتاتش دي. الديهيز برضو ممكن ان احنا نعليه شوية. وممكن مثلا نروح على الكالر جريدنج، ممكن ان احنا نودي الالوان ناحية الازرق او الاخضر شوية، وده التون اللي بيبقى موجود في الديزاينات بتاعت الدحيح. الشادوز برضو ممكن نخليها نفس الفكرة هي والهايلايتس بالمنظر ده كده. ممكن نزود البلندنج والبالانس برضو نزوده حبة بس. وبعدين في الاخر هندوس اوكي. هنلاقيها ان هي بقت معانا بالمنظر ده كده، وكده النتيجة قبل وكده بعد. اعتقد كده بقى الشكل افضل ونقدر ان احنا نشتغل عليها دلوقتي. طيب دلوقتي احنا هنروح عايزين نظبط الخلفية اللي هي ورا دي، برضو محتاجين نخلي التون بتاعها شبه التون بتاع احمد الغندور.
فهنعمل كده إزاي؟ هنبدأ نقف على الصورة بتاعة الخلفية ومن قائمة adjustment ممكن نروح على curves ونعمل لها clip mask عشان نبدأ إن إحنا نغمقها سِنّة بالمنظر ده كده، ونروح على adjustment تاني ومن color balance نعمل clip mask ونبدأ إن إحنا برضه نوديها ناحية الأزرقات شوية، والأخضر برضه نعليه سِنّة، نوديها برضه ناحية الcyan هتلاقيها فرقت معانا بشكل كبير. ممكن إن إحنا برضه ناخد التأثيرين دول بالalt والselect ونحطهم عند أحمد الغندور كده فوقيه. ممكن نجمع كل الlayers دي ونعمل لهم smart object ونجمع برضو الlayers بتاعة الخلفية ونخليها smart object عشان يبقى سهل التحكم فيهم. طيب ممكن دلوقتي نضيف الصورة اللي بعد كده وهي الصورة بتاعة مكنة الخياطة دي، ممكن نقصها مثلا بأداة ال quick selection tool، ممكن نحددها كده بالمنظر ده، نحاول إن احنا نقصها نشوف النتيجة اللي هتطلع لنا هتبقى عاملة ازاي. تبقى معانا بالشكل ده كده. طبعا هي مش مقصوصة كويس بس هي هتبقى ورا كده هنا، ممكن من كنترول تي نعملها ترانسفورم ونصغرها شوية، ودي كده هتكون النتيجة بعد ما قصيناها وظبطنا الأبعاد بتاعتها. هنا ممكن مثلا إن احنا نروح برضو على قائمة adjustment ومن كيرفز نبدأ إن احنا نغمقها عشان تبقى ماشية مع المود العام بتاع الديزاين، وناخدهم هما الاتنين كده ونعمل لهم سمارت اوبجكت. ممكن نروح مثلا على قائمة فلتر ونروح على البلور ومن البلور نختار جازيم بلور، نبدأ نديها سنة جازيم بلور كده عشان تدي بعد أكتر في الديزاين بالمنظر ده كده. وممكن برضو نيجي على الخلفية ونديها برضو سنة جازيم بلور بالمنظر ده كده. لاحظ إن هي فرقت معانا شوية. طيب لو بصينا دلوقتي على الجنب الموجود على الشمال ده هنلاحظ إن هو فاضي ومفهوش عناصر كتير، فممكن بقى نبدأ إن احنا نضيف العناصر اللي هي كانت طايرة هنا، نبدأ إن احنا نضيفها. فتعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. أول حاجة هنجيب الصورة بتاعة الخيط دي، تمام، الخيط والإبرة، ونبدأ إن احنا نقصها مثلا بأداة الأوبجكت سيلكشن تول، نقصها بالمنظر ده كده وهنلاقي إنها اتحددت معانا. وبعد كده هنعمل لها ماسك بالشكل ده كده، نبدأ إن احنا ناخدها تمام، ومن كنترول تي نبدأ إن احنا نظبط في الأبعاد بتاعتها ونخليها في الجنب كده. هنا ممكن إن احنا نيجي بالكيرفز برضو ونبدأ إن احنا نغمقها بالمنظر ده كده شوية. ممكن برضو نروح على الكالر بالانس ونبدأ نديها سنة أزرق، سنة أخضر كده شوية، وممكن برضو سنة صيان تفرق معانا. ممكن نروح برضو على الهيو ساتوريشن ونبدأ إن احنا نقلل اللايتنس بتاعها ونقلل برضو الساتوريشن بتاعها شوية عشان تبقى ماشية مع الديزاين. وبس هناخد ده كله نعمله سمارت اوبجكت ونبدأ إن احنا نروح على قائمة فلتر ونروح دلوقتي على الموشن بلور عشان تدينا تأثير الحركة كده أكنها بتتحرك. ممكن برضو بالالت والسلكت ناخد منها كوبي بالمنظر ده كده ونبدأ نحطها تحت الغندور بالشكل ده. وبرضو بين كنترول تي هنبدأ إن احنا نصغرها بالشكل ده كده. دي ممكن نغمقها أكتر شوية، برضو نحولها لسمارت اوبجكت عشان انا حاسس ان احنا ممكن نديها سنة موشن بلور اكتر عشان تبقى انها بتتحرك بشكل اكتر. طيب ممكن نجيب الصورة بتاعة المتر دي كده ونبدأ ان احنا برضو نستخدمها، نحطها كده بالشكل ده ونبدأ ان احنا نعملها ترانسفورم. الاول بس نحاول ان احنا ندمجها مع الخلفية، هنغمقها من الكيرفز زي ما اتعودنا. وممكن برضو نروح على الكالر بالانس نبدأ نديها سنة ازرق، سنة اخضر، سنة صيان بالشكل ده كده. وبرضو ممكن نقلل الساتوريشن واللايتنس بتاعها عشان تمشي مع الخلفية. هناخد كل ده ونعمله سمارت اوبجكت ونبدأ دلوقتي نروح على الفلتر ومن فلتر نروح على الموشن بلور برضو ونبدأ ان احنا نقلله شوية عشان تبان، خليه مثلا 11 كويس. ممكن نعمل تاني، نشوف الصورة اللي احنا كنا عاملينها، نجيب برضو المتر اللي باللون الازرق ده ونحطه هنا عشان نبقى خلصنا كل العناصر. نجيب اهو المتر اللي باللون الازرق تمام. هنبدأ حاسس ان احنا مش محتاجين نعمل له موشن بلور، بس هنغمقه كده ونديله برضو سنة الكالر بالانس اخضر ازرق صيان، اظن انتوا حفظتوا هنلاحظ هنلاقي ان احنا فاضل لنا المقص اللي ماسكه الغندور ده في العناصر بتاعتنا. فهنروح دلوقتي نجيب صورة المقص ونخليها أول لاير. هنبدأ إن احنا بقى نجيب ال Object Selection Tool، نبدأ إن احنا نحدده بسرعة بالمنظر ده كده.
وبعد كده نروح نعمل له ماسك، هنلاقي ان هو اتقص معانا بالمنظر ده. نبدأ ان احنا من كنترول تي نعمل له فليب هوريزونتال، ونبدأ ان احنا نصغره ونخلي ابعاده كده ماشية مع ايد الغندور بالمنظر ده كده. وهنبدأ دلوقتي نفكر احنا عايزين نخلي ايد الغندور تكون ماسكاه، فايه الحتت اللي مش هتكون المفروض ما تكونش باينة، والحتت اللي المفروض تكون باينة من ايد الغندور. ببساطة الصبع اللي هو في النص ده المفروض ان هو اللي هيبقى طالع، هو اللي هيبقى ظاهر، والصباعين التانيين هو اللي هيبقى المقص بيعدي ما بينهم. فهنعمل ده ازاي؟ الاول نظبط الابعاد بشكل اكبر بس، ونخليها موجودة بالشكل ده كده. نروح على الغندور كده ونقف على الثامبنيل بتاعته ونعمل سيلكت بيكسلز عشان يبدأ ان هو يحددها معانا، ونقف بقى على الماسك بتاع المقص ونجيب البرش اللي باللون الاسود، ونبدأ ان احنا نعلي الفلو بتاعها على الاخر. هنيجي دلوقتي على الحتت اللي احنا عايزينها ما تكونش ظاهرة، ونبدأ ان احنا نمسحها، والحتة اللي احنا عايزينها ظاهرة هنسيبها زي ما هي. مثلا الحتة دي احنا مش عايزينها تكون ظاهرة، فهنبدأ ان احنا نمسحها بالمنظر ده كده. هنشيل بقى السلكشن من كنترول دي، هنبص كده. طيب ودلوقتي عايزين ندمج بقى المقص برضو مع الخلفية، فهنعمل له نفس اللي احنا عملناه، نجيب الكيرفز عشان نغمقه، وبعد كده من الهيو ساتوريشن نبدأ ان احنا نقلل الساتوريشن واللايتنس بتاعه. نروح على الكالر بالانس عشان نديله سنة ازرقات كده شوية، وبرضو اخضر. هنخلي كل ده طبعا برضو زي ما اتعودنا سمارت اوبجكت. بعد كده هنروح عشان نعمل الشادو، فهنقف على اللاير بتاعة الغندور ونعمل نيو لاير، وبالبرش المرة دي البرش اللي هي الفيدد، ونخلي الفلو بتاعها 9% كويس. ونبدأ ان احنا نعمل زوم كده عشان نحدد الحتت اللي عايزين نرسم عليها الشادو. نتأكد بس ان اللاير دي معمول لها كليب ماسك على الغندور. نبدأ مثلا الشادو اكيد هيبقى موجود هنا، تمام. هنبدأ ان احنا نرسمه. برضو في شادو هيبقى موجود هنا، شادو برضو موجود هنا على الايد، برضو ممكن يكون في شادو بسيط هنا كده. ممكن برضو ان احنا نعمل شادو على الصبع هنا، وشادو خفيف هنا كده، وشادو برضو هنا مش هيخسر. نبدأ دلوقتي نعمل نفس النيو لاير دي ونخليها كليب ماسك على المقص ذات نفسه، عشان نعمل الكونتاكت شادو ليه كده. هنا غامق، هنا برضو غامق شوية. برضو الحتة دي المفروض ان فيها كونتاكت شادو، الحتة دي واقع عليها شادو برضو بتاع الصباع. فبس كده المفروض ان المقص الى حد ما الدنيا ظبطت فيه كده. نبدأ مثلا برضو ان احنا ناخد اللوجو ده نحطه هنا على طول، برضو توفيرا للوقت. في الحتة اللي تحت دي برضو ممكن نعمل لاير فوق، ونيجي بالجريدينت تول ونروح على بيزكس، ونتأكد ان احنا مختارين الشكل اللي في النص ده. هنبدأ ان احنا نعمل زي رفعة كده بسيطة هنا. ممكن لو حسيناها زيادة شوية ممكن نقلل الاوباسيتي بتاعتها. هنبدأ دلوقتي ان احنا نكتب التكست. ده هيكون التكست، وده الفونت اللي انا استخدمته، اللي تقريبا برضو بيستخدموه بالظبط في الثامبنيلز بتاعت الدحيح. فاضل دلوقتي حاجة واحدة بس، ان احنا ناخد كل اللايرز دي ونعملها كنترول جي عشان نحطها في جروب، ونبدأ نعمل جروب، ونبدأ نعمل كنترول جي عشان ناخد منها كوبي. وبعد كده نحولها سمارت اوبجكت. ده عشان هنروح على فلتر، ومن فلتر نختار الكاميرا رو فلتر عشان نبدأ نسيح كل اللي احنا عملناه ده مع بعض. اول حاجة من البيزكس نبدأ نودي الديزاين ناحية الازرق شوية، وناحية برضو الاخضر سنة. الاكسبوجر هنبدأ ان احنا نقلله شوية، والكونتراست نبدأ ان احنا نعليه حبة. الهايلايتس نبدأ ان احنا نزودها، الشادوز نبدأ ان احنا نقللها، والوايتس برضو. تكتشر برضو هنزوده شوية. الكلاريتي نبدأ برضو ان احنا نزودها. الديهيز هنبدأ برضو ان احنا نزوده. بالنسبة للساتيوريشن هنعليها سنة بسيطة. نروح على الديتيل، هنبدأ ان احنا نعمل شاربنينج اكتر عشان الكواليتي بتاعت الصور معانا مش احسن حاجه. النويز ريدكشن برضو هنبدا ان احنا نزودها شويه. هنروح دلوقتي على الكالر جريدنج، هنودي برضو نفس الالوانات اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الاخضر، بس محتاجين ان احنا نقلله شويه. وبرضو هنا مثلا ممكن نروح للون الازرق سنه، وبرضو نعلي البلندنج شويه، والبالانس برضو بتاع الكالرز نبدا ان احنا نزوده. ومن الافكتس نروح على الجرين، ونبدأ ان احنا مثلا نخليه 12 يبقى كويس. هنا ممكن برضو نقللها سنة بحيث يبقى فيه لون اسود عشان يبقى فيه فوكس على الغندور، وندوس اوكي. تحول معانا هتبقى بالشكل ده كده، ودي كده النتيجة قبل، وكده النتيجة بعد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ولو ما عجبكش اعمل شير وكومنت. وما تنساش تنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.